سبحان الله، بوليميك كبيره صاريه التونسيه هذه اللي جات من تونس للجزائر باش تتهم الاجهزه الامنيه بالتحرش. السلام عليكم الزلف الله، وان شاء الله تكونوا بخير. اخواني، قاعد نتابع ما يحدث من ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذه التونسيه، وتمنيت نلقى تفسير او واحد المتدخلين يكون قريب من الحقيقه، لكن للاسف معظمها تكب وراء الطاس. وما يخفاكمش انا اللي متابعيني ساعات نستعمل البروفيرب اللي يقولوه ناس زمان، اللي ما يعرفش يخيط يتبع النفذه. فاخواني، انا نقول لكم ما يحدث على التونسيه هذه واتهامها للاجهزه الامنيه بالتحرش هو تكمله للمشروع او للشعار اللي كانوا يرددوه المرتزقه في الحراك على المخابرات. قد يخرج احد المغيبين او اللي يتفلسفوا يقول لك واش هذا كل شيء تربطوه بالمؤامره. انا نقول لك هذا اللعب اكثر منك، ما تقدرش تفهموا اليوم، تفهموا بالك بعد 5 سنين. يعجبني المترشح للرئاسيات التونسيه والكاتب والصحفي الكبير صفي سعيد، في احد مداخلاته قال: لو نوقف في مطار تونس الدولي يوميا نكشف لكم 30 أو 40 جاسوس من الكيان داخلين لتونس. صفي سعيد يعي ما يقول. صفي سعيد مشهود له بالثقافة وقراءة ما بين السطور. صفي سعيد يقول: لو نوقف في مطار تونس نكشف لكم أكثر من 30 أو 40 عميل أو جاسوس من الكيان داخلين لتونس. فأنت اللي تقول كل شيء تربطوه بالمؤامرات، نقول لك مازالك صغير على المواضيع هذه. فهذا البوليميك على التونسية ليس حبا فيها، وكاين فيهم توانسة داخل تونس يهددوا في قيس سعيد، يهددوا فيه بالخروج إلى الشارع تنديدا بسجن التونسية هذه في الجزائر. نعم، أنا نقول هذا بالك خوتنا التوانسة يسمحوا لي ندخل شوية لتونس ونخرج. نقول لهذا الناس اللي راهم يلعبوا في اللعبة اترافير لي ريزو سوسيو: أنا نعرفكم شكون أنتم اللي سلمتوا البغدادي المحمودي لليبيا لما كانت ليبيا مشتعلة. ولاش قلت لكم اللي ما يعرفش يخيط يتبع النفذة. وما الرابط بين اللي سلموا المحمودي البغدادي رئيس الحكومة القذافي السابق ليبيا وهم على بالهم واش راح يصير له؟ ما الرابط بين هؤلاء وبين مرتزقة الخارج اللي تدعي المعارضة وهم يحملون الجنسية الجزائرية؟ كي تفهم الرابط بين هؤلاء تعرف علاش جات التونسية باش تتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية بالتحرش. وهذا الطبخة كامل جماعة المخزن يلعبوا بها اترافير لي ريزو سوسيو، ويروحوا فيها العوام اللي ما عندهمش واللي تشخ بلا مخ كما يقولوا. فلعبوا مع اللي قدكم. الأجهزة الأمنية توعنا يخدموا عندنا، أشخاص تجي وتروح. فحذاري حذاري المناورات على تكسير الأجهزة الأمنية. تلقونا احنا في الصف الأول قبل أي شخص آخر. روحوا تلعبوا مع اللي قدكم. التونسية هذه جات اتهمت الأجهزة الأمنية الجزائرية بالتحرش، مش عبثا، مش عبثا. كبيرة عليكم الجزائر، شعبها. السلام عليكم.